ليلة أوطاري يا بلسم الصدر يا ضرعي من أضراري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين فرج على المسلمين يا كل نفس ويا سمعي ويا بصري يا منتهى يا أرحم الراحمين شمسي وأقماري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا سر سري ويا ذكري وأذكاري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين منتهى القصد يا شمسي ويا قمري لمنتهى القصد يا ذكري وأذكاري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واضحكني رضوان ومغفرة أنا نذير القضاء خلد أروى الدار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين خذني بركب رجال الغرب يا أماني ارحم لي حالي ملاك تغفى به التالي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صاحب الأمر والأغطار خذ بيدي عند الحتال وعامل لطفك السالي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا صاحب اللطف والألطاف خذ بيدي عند الحتال وعامل لطفك السالي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والده الإحسان مكرمتان لكل حمد أتى يشكو بأوزاري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أضج عن حاجة القصوى لمغفرة نبغض حبل الخروف منك يا باري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أضج عن حاجة القصوى لمغفرة نبغض حبل الخروف منك يا باري يا أرحم الراحمين حودين حودين هيجي تحت هيجي ايوه كلام حلو استغفر الله العظيم 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 اسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والخطايا والآثام أستغفر الله العظيم ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والخطايا والآثام أستغفر الله العظيم ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والخطايا والآثام أستغفر الله العظيم يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تغير وجهنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تغير وجهنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تغير وجهنا مولانا نسألك الله وعلى باب الواقفين من لا يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا يا مولانا وعلى باب الواقفين من لا يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين اللهم البرايا صل على النبي على قول لا اله الا الله. كلمة إن شاء الله دعاء بارك الله فيكم. رحم الله الأستاذ محمد غالب ورحم الله من عاشوا معه ومن كانوا مع الشيخ مطهر الإنسان رحمه الله جميعا. رحمة الله تغشاهم ونسأل من الله أن ينزل عليهم من واسع رحمته وأن يفيض عليهم من فضله وعفوه وجوده وكرامته وأن يجعلنا وإياهم من سكان جنته. أولا نحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا كريم يا رب العالمين. أحبتي بالله صلوا على النبي على آله. لعل الإنسان يتذكر ما كان عليه جاء قبل سنوات إلى هذه البلاد وكم درس كثير من الناس على يديه. نعم. وكم يا إخواني في الله نحن نعلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لمعلم الناس الخير. كم من الناس من قرأ الجزء والجزئين والثلاثة والأربعة والخمسة وما إلى ذلك وزيادة. نعم. وكم من الناس من رجال كذلك ونساء. الله صلى على النبي على آله. اللهم صل وسلم. ومن كانوا مع الشيخ مطهر عيسى يتار رحمه الله ورحمة الله تغشاهم. وما من خير يا إخواني في الله كل إنسان يسعى للخير له أجر من دل عليه إلى قيام الساعة. من دل على هدى كان له أجر من تبعه وأجور من يتبعهم كذلك من ورائهم إلى قيام الساعة. صلى على النبي على آله. شاءت الأقدار أن يكتب الموت. مات الشيخ طاهر، مات الأستاذ محمد غالب، مات من كانوا معه، مات الكبار، مات الرجال، مات الأوفياء، مات أهل الكرم، مات أهل الشهامة، مات أهل الكرامة. أيقدر بنا أن ننساهم من كان لهم الحلم والعلم العقل ذكاء من الرجال؟ ليس هؤلاء فقط، لا نقول خلاص هؤلاء بس اللي ماتوا بس ولا فلان ولا فلان، لا، كل شخص من هذه البلاد كل من رحل وكانوا في المجالس من يذكرون الله كمثل هذا الذكر ويقفون يا إخواني في الله وترتج المجالس بهم. من الناس معروفين بشهرتهم ومن الناس مغيبين هم الآن تحت الثرى. نحن نقول رحمة الله تغشاهم أجمعين من هذا المجلس
ومن كل مكان ندعو لجميع موتى المسلمين. صلنا على النبي وعلى آله. فالعلم هذا الذي ينتفع به الغير أجل هذا الإنسان إلى نهاية. وما أعز الإنسان أن يطبع ماذا في حياته له بصمات خير. من لك بصمات خير في كل مكان، بصمات خير أينما تكون، بصمات خير أينما تجلس، في مجلس، في طريق، في مكان. لا تكن عقبة، لا تكن عثرة، لا تكن حجر. يعني يا إخواني في الله ماذا حجرة عثرة. لا تكن سببا لمشكلة. حاول ماذا تواضع، تنازل قدر استطاعتك مهما استطعت. صلى على النبي على آله. المسلم يعرف يا إخواني في الله لأخيه. وعلمنا الإسلام وديننا وتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشرفنا الله بأعز وبأعظم أمة. أعظم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجعلنا أذلة على المؤمنين أعزة على من؟ على الكافرين. وما زاد الله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال النبي: 3 أحدثكم بهن وأقسم عليهن أحدثكم حديثا فاحفظوه. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الله أكبر. ما نقص مال من صدقة. مستحيل أن ينقص المال من صدقة. هذا مستحيل. مستحيل أن من تواضع الله يذله بل يرفعه. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. صلى على النبي وعلى آله. هذه أقسم النبي عليه الصلاة والسلام عليها. أقسم عليها صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. الموت يا إخوان عظلنا. الموت عظل الأحياء. نعتبر ماذا جنى يا إخواني في الله هؤلاء الأموات. ماذا حل بهم؟ ماذا صنع لهم يا إخوان؟ غادروا، تركوا الحياة، سافروا منها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كم من الناس من ذكروا، كم من الناس من ركعوا وسجدوا، كم من الناس من خضعوا لله واستسلموا، كم من الناس من توجهوا وله إخواني في الله بقلوبهم أقبلوا. أين هم؟ في جنات ونهر. وكم من الناس من أعرضوا وجهلوا وتجاهلوا إخواني في الله وابتعدوا ولحدود الله اعتدوا وتجاوزوا ومرعوا ولا خافوا ولا رهبوا ولا إخواني في الله وجلوا بل تمادوا وعصوا رب العالمين. أين هم؟ في سجين وما أدراك ما سجين، في لظى وما أدراك ما لظى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لإلا الناس فريقين: إما أن يكون من المقربين وهو في روح وريحان، أو يكون يا إخواني في الله من أصحابي يا إخواني في الله من المكذبين الضالين. قال: فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمقربين صنفين: صنف يا إخواني في الله في الفردوس الأعلى، وصنف في الدرجات يا إخواني في الله ماذا المنازل ليس ماذا الوسطى وما إلى ذلك من الجنة. قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اليوم الموت على كل إنسان، وما من يوم إلا ونرى موت، سواء من قرانا أو من غيرها. وهذا أكبر واعظ كفى بالموت واعظ. إذا ما يكفيك روح للمقبرة، جلس يا أخي هكذا مرة مرتين، زر القبور وتفقدها. بعض الناس مات أبوه وأمه ما قد راح المقبرة ولا يوم، خلاص ولا كأنه. النبي قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. النبي قال: يا بلال أما تزورنا؟ يعني قال: كيف أزورك قد مات رسول الله؟ قال: يا بلال هجرتنا يا بلال بعد سنة. قال: كيف هجرتك؟ قال: أما كيف أزورك وأنت قد ميت؟ قال: إلى قبري. وتحرك بلال من الشام وإلى قبر النبي، وصلى مسجد النبوي قبل صلاة الفجر، والناس ذيك اليوم ناموا. وجاء إخواني في الله وقت الأذان ولا أحد رفع الأذان. الله أكبر الله أكبر. لما سمعوا صوت بلال ارتجت المدينة بالتكبير، فرحوا قالوا: عاد رسول الله. قام الكبار والصغار والذكور، ما أن وصل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
قال أشهد أن محمد رسول الله حتى رفع صوت بلال بالبكاء، نظر بالقبلة ما وجد رسول الله، بكى وانتحب المسجد. حضر يا إخواني في الله كأنه دق عليه الناقوس، أقوى حضور. وبكى من في المدينة على فقدان رسول الله. قالوا عاد رسول الله، جاء بلال عاد رسول الله. كيف عاش الناس بأمن بأمان بسلم بسلام، واليوم لا نرى إلا بلايا مصائب فتن مشاكل، نخرج من حرب دخلنا في حرب، من أزمة دخلنا في أزمة. صدق رسول الله. كنظام قطع سلكه كأنها مسبحة قطعت. قال ماذا تتتابع؟ كلما يقول المسلم هذه مهلكتي كلما جاء الثانية. قال النبي فتن يرقق بعضها بعضا، يعني كل واحد خفف الثانية. نقول عاد الأول كان أسكن وعاد الأول كان أفضل. فأوصيكم يا إخواني في الله بتقوى الله والعودة إلى بيوت الله. اليوم بعض المساجد خالية من المصلين. اليوم بعض الناس يترك صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر. صلاة الفجر أصبح شيء معدومة عند بعض الناس. عمره 60 سنة ولا استطاع يحافظ على صلاة الفجر. عمره 40 سنة ولا أصلي صلاة الفجر بالمسجد. يا إخواني في الله، من ينتظر؟ من عقايل نبي ولا رسول ولا مع رمضان، ومن رمضان إلى رمضان وعاد رمضان مش كامل. متى نعود إلى الدين؟ متى نعود إلى الصلاة؟ متى نعود إلى القرآن؟ متى نعود للحق؟ لما حد يقول يا أخي هذا حق ولا باطل هذا باطل. اليوم القاتل عادل والعادل فاجر والصادق كاذب والكاذب صادق والزاني على طريقة حق. وماذا يا إخواني في الله؟ انتشر اللواء وظهر الزنا وظهرت الرذيلة وانتشرت الأخلاق السيئة والمعاصي العظيمة وحل الفجور وشربت الخمور وظهر يا إخواني في الله الفساد ما لم يظهر في سالف العصور. فأين من يتاجر مع ربهم العلي الغفور؟ وأين من يعود ويشوق أنفسهم لتلك يا إخواني في الله نساء الحور؟ أين من أراد الجنة ونعيمها والشاق لديارها وخيامها ومياهها وعسلها؟ وأين من خاف من لقاء ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. موت محمد غالب يجب أن يكون درسا لنا. ونحن عند كل موت شخص لا نذكر هذا الشخص بل نتذكر ونتذكر بقية الموتى. ويبي يا إخواني في الله أن نزور المقابر لعلنا أن نعتبر يا إخواني في الله بأهلها ومن رحلوا يا إخواني في الله من قبلها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أمة الإسلام. صلوا على النبي وعلى آله. كذلك نسأل من الله أن يرفع الغمة عنا وعن جميع المسلمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا دائما في كل لمحة ونفس دائما أبدا يترى عدد كل معدود وزيادة على كل معدود بجميع المحامد التي نعلمها والتي لا نعلمها. حمدا على نعمك التي يا رب أظهرتها يا رب أو يا رب أخفيتها. حمدا يا رب العالمين كثيرا طيبا خالدا بخلودك باقيا ببقائك. لا ينتهي دون علمك ولا دون ملكك يا الله. اللهم صل بأفضل الصلوات صلاة تفوق على كل الصلوات وتزيد على كل المعدودات على حبيبنا ونبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا الله. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين يا أنيس المستوحشين يا منقذ المكروبين يا سامع دعوات السائلين أجب يا رب دعوتنا وارفع الغمة والضائقة والشدة عنا وآمنا في نواحينا وقرانا وأينما ذهبنا وأينما سرنا وجنبنا المصائب والبلايا والحروب والقلاقل والرزايا والفتن والمشاكل. يا رب عن قرانا ومناطقنا ونواحينا ولواءنا وعن سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. واجعلنا آمنين يا رب مؤمنين سالمين مسلمين. واصرف عنا الآفات والعاهات والمصائب والبليات والكربات وخارجنا من عقبات الدنيا وعقبات الآخرة يا رب الأرض والسماوات. اللهم آمن روعاتنا وتقبل يا رب أعمالنا واستجب رب دعواتنا وأخلص اللهم أعمالنا
وثبتنا يا رب وثبت أقدامنا، وكن دائما لنا وكيلا وكفيلا وحصنا وعزا وشرفا وقدرا ما أبقيتنا، لنا ولأبنائنا وبناتنا وذرارنا ومن أوصانا أو استوصانا، وخارجنا بالمخرج الذي ترضاه لنا يا الله. عجل بإبطال السحر عن المسحورين، ونزع العين من المعيونين والمحسودين. عجل بالشفاء لنا ولكل مريض. اغفر لنا ولمن حضر هذه الساعة ولوالديه، ولمن كان سببا لجمعنا يا رب ووالديه، ولمن كان سببا يا رب العالمين يا الله يا الله لحضورنا وصاحب هذا المجلس يا الله. وهذا الدار من دخل فيه والدينا ووالديكم، ورحمة لنا ولمن اجتمعنا بسببه محمد غالب ارحمه رحمة الأبرار. وارحم يا رب موتى أهل هذه القرية خاصة، وجميع موتى المسلمين عامة، واحفظ الحاضرين وسهل للغائبين والمغتربين، وسهل لأمة محمد أجمعين، وسهل يا رب لنا بأعظم التسهيلات، وافتح لنا بأعظم الفتوحات، وأشركنا في صالح دعاء حجاج بيتك الحرام، ولا تحرمنا من النفحات والبركات النازلة عليهم، واجعلنا يا رب موفقين إلى أن نعمل من أعمالهم، وأوصلنا إلى تلك الديار والبقاع يا عزيز يا جبار. بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت، بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت، وأنزل على أقارب الميت من الصبر أضعاف ما نزل عليهم من البلاء، وأجرهم في مصيبتهم يا رب، وأجر جميع المسلمين كذلك، وصبرنا عند كل مصيبة وتوفنا وأنت راض عنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.